انا على فكره انا اللي كنت عايز اصور بره، وانت اللي قلتي لي تعالى نخش جوه. لا ما خلاص انا بعد كده هختار دايما ان احنا نقعد هنا. يعني انت حره. انا بحب انا شخصيا ما الريسبشن. كنت مرتاح في الجنينه بره، دخلتينا ليه؟ انا مش انا عارف. بحب الست اللي ورا دي. مين؟ اه الست ممكن. ماشي. بعدين بحس هنا في اصفر اكتر. ما بره كنت حاطط لك 3 بتوع صفر. بس هنا في اكتر. طب اسمعني، انا ممكن ما امشيش من هنا. عندي شمعة صفرة كده امي جابتها لي وانا صغيرة اه على شكل عربية بيتلز. شكل عربيه ايه؟ بيتلز الفولكس اه القديمة دي. اه ما ولعتهاش خالص، هي كانت جابتها لي بمناسبة عيد ميلادي وانا عندي 5 سنين. كويس. لغاية دلوقتي عندنا في البيت. انا بقعد اتفرج عليها كده بحس ان انا مرتاح زي الكلب اللي عندك. دي انت كنت بتلعبي فيها وانت طفله؟ لا هي جابتها لي عشان هي لونها اصفر. انا فاكره جدتي كانت لما تيجي تخيط حاجه لو كان الخيط لونه اصفر كنت بقطع حته منه احطه في جيبي. الله. مم. بس ما يعني تصورتش خالص ان ممكن حد يبقى بيحب حاجه من هو صغير قوي كده و... ويفضل يكبر يكبر وسنه اصل يكبر ده وبتاع. لون في الاخر، يعني ممكن ممكن مع الوقت يتغير. يعني انا كان عندي واحده صاحبتي كانت كنت بقولها اكتر لون بتحبي ايه، كنت تقول لي لا انا كل فتره بلون. اه عادي موجود. لا انا ما تقريبا دي جايه من اللويالتي ما اعرفش. بس مثلا نفس الكلام بقى ايه في الفرجه على الافلام. امم دي تقريبا برضو حاجه ما اتغيرتش خالص من وانا صغير. هو انت كنت بتحسي بايه اصلا وانت بتتفرجي على الفيلم وانت انا كنت صغير؟ حاسس ان انا منبهره. مسحوره. كنت حاسس ان انا منبهره فاللي هو ايه ده. وبعدين انا ما كنتش اعرف، فاهم؟ دايما عندي احساس ايه ده ايه ده، ما كنتش اعرف. فافتكر دايما اي فيلم كنت بشوفه حتى بقى ايه شويه في شويه لما ابتديت اكبر، لما يجي وقت مثلا اتفرج على تريلر فيلم او كده بقول الفيلم ده لازم اخش. اصل اللي انت بتقوليه ده ليه علاقه بسحر السينما، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير. اه بس كلها كانت حتت صغيره ليها علاقه بسحر السينما، مم. انك تتسحب مع الشاشه الكبيره دي. كنا دايما بنتكلم على حته لو عايز اخدعك في حاجه او بتاع. الخدع ده جزء من السحر. مم. بس انت وانت صغيره اكيد انت مش فاهمه انت مسحوره ليه، بس انت انا مبهوره. سعيده منشكره. يمكن عشان السبب الرئيسي في سحر السينما هو التلصص على حياه الاخرين. صح طبعا. انت انه ما بيدخلك عن طريق شباك كده، دخلك في حياه ناس تانيين صح فجاه. طب تعرف كنت بحس دايما الشعور بتاعي انه لو انا دلوقتي مش عايزه اهرب انا ممكن اتفرج على فيلم. مم. نوع من انواع الهروب كان دايما بيجي لي الاحساس ده. ليه؟ لان ساعات تبقى متضايق من المكان فتحس انه خلاص انا هلم حاجتي واقوم امشي. ساعات بتبقى عايز تهرب منك، فاهم؟ مم. زي الفنانه دي بتقولك اهرب من قلبي اروح على فين. فاهم بجد والله اللي هو اروح فين دلوقتي. مم. فبيبقى بحس ان الحل الوحيد ان انا افصل خالص، انسى بقى انا مين وبتاع. انا مجرد حد عايش مع الناس دي لمده ساعتين 3 معاهم هم في المكان اللي هم فيه ده، اللي هو انا مستحيل كنت اخش مكان ما تاني. هو ده التلصص على حياه الاخرين، انك تخش في حيوات ودنا. دنا دنيا. مش عارف دنا دي جمع دنيا ولا ايه؟ لا النبي احمد شوفها دنيويات. لنا على المعجم. المهم تخش في عوالم اخرى مم. بتاعت ناس تانية وتبداي تتفرجي. وكنا قلنا قبل كده في حلقه، معرفش قبل ولا لسه هتيجي بعد، عن انك بتكتشف عن طريق الفرجه دي او عن طريق الكتاب. حتى لما بتقرا كتاب بتكتشف عادات وتقاليد لشعوب واماكن طبعا وبني ادمين غيرك في حته تانية. صح. فبتبقى عارف ثقافتهم عامله ازاي. الناس دي في الجنازه لما بيموت لهم حد بيعملوا ايه؟ صح هل كل الناس شبهنا هنا بيلبسوا بنعمل اسود وبيشغلوا قرآن مثلا شبهنا مثلا، ولا وفي الافراح بيعزموا بايه؟ طقوس الجواز ايه؟ صح. الحاجات اللي هي الواقعيه قوي المحليه قوي الحقيقيه اللي من اصل ثقافه المنطقه اللي انت بتتفرج عليها غالبا كل ما تبقى لوكال تروح عالمي اكتر زي ما قلنا قبل كده. صح. فعشان دي حاجات حقيقيه من اصل القصه اللي انت بتتفرج عليها، ده يمكن اللي بيوصل الافلام دي للعالميه او بيخليها تتشاف اكتر. وتاني حاجه بتبقى حقيقيه ومتصدقه اكتر. وبالنسبه لك انت كمشاهد مش عايز تشغل دماغك بكل ده، انت مسحور كده في سحر قدام. ايه ده؟ الناس دي بتعمل كده ازاي؟ الناس دي بتتحرك كده دي طريقه الشغل عندهم. ايه ده؟ هما الكوريين بيتصرفوا كده لما بيحصل مش عارف ايه. سحر. عشان كده في ناس كتير قوي مهتمين بتوع السينما، من المهتمين بصناعة السينما يعني. تلاقيهم مثلا ايه، يعني مثلا تلاقي حد هو اصلا من قرية معينة في الصعيد مثلا
وخلاص بقى مخرج معروف او كده. فتلاقيه بعد وقت قرر يعمل فيلم ديكومنتري مثلا، او مش ديكومنتري بس عن القرية اللي هو كان عايش فيها، عشان يبتدي يفرجك على الكالتشر بتاعت الناس دي كانت عامله ازاي، ظهرت ازاي، وايه نوع التجاره او الصناعه اللي هم بيشتغلوا فيها وبياكلوا منها عيش وبيلبسوا ايه. يعني انا افتكر كان في مره كنت رحت مكان اسمه الشخلوبه في كفر الشيخ. رحتش. بجد انا طبعا بالنسبه لي انا ايه اللي وديني الشخلوبه اصلا؟ ما هي دي برضو ريليتد بفكره انه انت بتشتغل الشغلانه دي، بتروح بنفسك اماكن انت ما كنت تتصور ان انا ايه اللي مستحيل. وديني الشخلوبه. ففاكره كويس قوي اول لما انت دخلت. قصدك التعبير ده حلو، انت قصدك انها بتسحر اللي بيتفرج عليها واللي بيشتغل فيها. اه طبعا، على فكره هو ده كان سبب من الاسباب بتاع انه انا بحب اتفرج عليكم. لا بقى انا عايزه ابقى جزء من لان انا مش بس هبقى بتلصص عليكم، لا ده انا هبقى بتلصص عليكم واخلي ناس تانية تتلصص معايا، وهصنع لك التلصص اللي انت بتحبه وعايز تتفرج عليه. بالظبط. وعشان اعرف اصنع ده انا محتاجه انا نفسي يبقى عندي معلومات انف. عشان كده رحت الشخلوب. رحت الشخلوبه، كنا بنعمل ورشه سينما كده، كنت بدي بيزكس فيلم ميكنج، بعدين قالوا هنعمل حاجه ديكومنتري. فرحنا مكان كده اول مره هي قريه كده في كفر الشيخ. انا فاكره كويس قوي انه واحنا داخلين ناس كتير قوي وقفونا، ما كانوش عايزين يدخلوني عشان انا مش محجبه. فهي من عادات القريه دي ان البنات كلهم محجبات اي سن مثلا. فسالتهم يا جماعه انتوا ما عندكوش مسيحيين هنا؟ فقال لك لا. فقلت لهم يعني ايه؟ انتوا عاملين عداوه يعني مع الدين التاني؟ فقال لك لا. امال ليه ما عندكوش مسيحيين؟ قال لك لا عادي هو جت كده. طبعا دي حاجه انا لغايه دلوقتي مش مشترياها، يعني ده مش شيء مش طبيعي، بس ماشي. بعد ما دخلنا انا بقى بشوف انتوا كل الناس رجاله وستات بيشتغلوا في الصيد. انتي فكرتيني بقصه فكريني اقول لك عليها بتاعت الشرقيه بس بعد ما نخلصي. كل الناس بتشتغل في الصيد رجاله وستات. بعدين تبتدي تخش بيوتهم فتلاقي بقى ايه، الطفله اللي عندها 4 سنين لغايه البنت اللي معرفش ايه كلهم محجبات، بيصطادوا بمحجبات وبيصطادوا. فاللي هو برضو حاجه غريبه قوي، يعني اللي هو انتوا مش ضد عمل المراه بس في نفس الوقت انتوا لا البنت ما تبقاش ماشيه من غير حجاب. فبالنسبه لي انه لا دي حاجه انترستنج ان الناس تتفرج عليها. انا فاهمك لان في مره اتعاملت في مسلسل مع ناس بتعمل حاجه معينه، يعني كان ممكن اشتريها من اكتر من مكان بس اصلها بيتعمل في الشرقيه في قريه. فبعتنا ناس عشان يكتشفوا القريه دي. قريه كلها ما بتعملش اي شغل في حياتها غير الشغلانه دي. بينزلوا كل يوم الصبح يروحوا عند حته قدام نهر النيل ياخدوا منها حاجات يدخلوها يصنعوها، وبيوتهم كلها فيها اماكن مخصصه لتنشيف الحاجات اللي بياخدوها من نهر النيل دي. كل يوم بيصدروا الاول بيوزعوا على الاسواق اللي في مصر وبيصدروا منها ويعملوها ببراعه وفن مش ممكن من الطفل للراجل الكبير. ايوه ما هو نفس الكلام زي ما بقول لك. وبعدين بقى تتفرج على يقول لك تعالى بقى حضرتك انا هفرجك على مزاد في السمك. الله. فتقف تشوف ناس كتير قوي متجمعين حاطين صناديق السمك لسه مصطادينها في وسطهم، وبتعرفي التكنيك. انتوا بتعملوا كده ازاي؟ بتخشوا المزاد ده ازاي؟ مين بيخش الاول؟ كراسي مرصوصه ازاي؟ المزاد بيتقال فيه ايه؟ بس فهو ده بالنسبه لي كان قد ايه بقى دي شغلانه لذيذه، شغلانه لذيذه انك تشتغلها، شغلانه لذيذه انك تتفرج عليها. انت بتبقى قاعد على الكنبه في بيتكو عادي جدا، قررت انك عايز تروح حته اسبانيا، يلا افتح اسبانيا عندها فيلم ايه تدخلك هناك. وعلى فكره كنت بلعب دايما لعبه مع نفسي كده، انه طول ما انا بتفرج على فيلم انا بتخيل نفسي كاركتر من الكاركترز. فكان بالنسبه لي برضو كانت بتبقى مسليه جدا، يعني هو انا فصلت عني شويه رحت حته تانية وانا عيل صغير احمد بيقول لنا ان جامع الدنيا دنا قشطه، يعني انا لما بيبقى في مني ناس هو انا قليل يا باشا؟ لا انت عامل دكتوراه. ماشي. المهم ف غير اللي انت قلتيه ده كمان من قصص واقعيه كتير جدا في مهن بالهبل. لان انت النهارده لو انت شغال في مهنه زي بتاعتنا اللي هي الاخراج وانت عايز تخرج للناس مشهد معين عن المزاد بتاع السمك ده عشان يطلع حقيقي قوي الناس تصدقه قوي لازم يطلع زي ما انت بتقولي كده تروح طبيعي ومنطقي وتشوف الموضوع تسلسله عامل زي كل تفاصيله. فما تروحش تشوف مثلا في المزاد بتاع السمك ده كراسي لسه بتلمع، لا هو في المزاد زي ما انا شايفه كده الكراسي متربه صح، الارض مبلوله، الناس لابسه جلابيات اللبس غير بتاع الصيد، يعني كل حاجه شبه اللي هناك بالظبط. لو انا بقى
نقلت الصوره دي لمليون واحد تانيين بيتفرجوا عليها، ده اللي هيسحرهم، نفس السحر اللي جالي اول مره وانا صح، دخلت. لانه معلومه انا عمري في حياتي ما كنت اعرفها. انا فاكره برضو كان في مره كنت بلعب مع اصحابي لعبه اللي هي سباي دي، اللي هو مم. مكان الناس كلها عارفاه وحد معين مش عارفه، ما اعرفش فانا فاكره في حد فيهم قال، انا كنت ما اعرفش المكان، كنت انا السباي. فحد فيهم قال سالني سؤال، قال الدنيا المكان ده انت رحتيه؟ فانا هبت قلت فهم ما شكوش فيا، كلهم بصوا لبعض كده، قال لك ممكن تروح عادي. عادي عادي، لان انت ممكن شغلك يوديك في الحته دي بالظبط. وعلى فكره طلع كنت رحت وكان مصنع حلويات باين ولا ايه. ففعلا وانت ايه دي يوديك مصنع حلويات؟ انت واحد عايش في حياتك، لو انا موظف في بنك مثلا انا انزل اروح مصنع حلويات ليه؟ يعني ما هي ملهاش حل غير انك تكوني بتشتغلي شغلانه من الشغلانات دي، يا كاتبه صح، يا مخرجه، يعني حاجه عايزه تنقل طبيعه حياه ناس معينه في حته صح. معينه، عشان في ناس تانية متشوقه انها تتلصص على هذه الحياه من اجل المتعه بس. يعني انا بدايه الموضوع في الاول خالص قبل السينما وقبل الحاجات دي، كان الحكاء زمان دي مهنه. يعني يبقى في ناس قاعدين في مكان متجمعين، ده المكان شبه القهوه اليومين دول، ويخش واحد اسمه الحكاء يحكي قصص، ستوري تيلر، ناس تتلم حواليه تقعد تسمع، يعرفوا القصة، يوديهم بخيالهم كده وهو بيحكي الحتة التانية. وبعد كده بقى فيه موضوع القراءة انتشر، الناس بدأت بتقرأ، كتابة الروايات، كل ده عمال يتطور واحدة واحدة. الراديو الأول، بعد كده التلفزيون، لحد ما ظهر شكل السينما الأولاني. برضو قبل السينما كان فيه مسرح، بس شكل السينما الأولاني، المسرح طبعا كانت الناس بتروح تحضر مسرحية معينة، الأول في الشارع، بعد كده في أماكن وهكذا، لحد ما ظهر شكل السينما الأولاني. شكل السينما الأولاني هو عبارة عن شاشة ناس بتتحرك عليها بتعمل مواقف معينة، وأوركسترا تحت الشاشة بتلعب مزيكا، ما كانش فيه صوت يعني. فالأوركسترا دي بره معاك جوه السينما بتعزف حاجة معينة، وناس كتير قاعدة مفنجلة عليها ومبهورة باللي هي شايفاه. صح، ايه ده بيتحرك من هنا لهنا، بص بيعمل، بص المقلب ده، وناس تضحك. كوميديا بقى كانت لسه جديدة، الأكشن كانت كل حاجة جديدة. ده إبهار إنك تجمع كل الناس دي في حتة واحدة عشان يتفرجوا على المربع أو على الأوضة اللي قدامهم دي. إيه ده؟ ايوه. لا وبعدين على فكره انا سحر. كنت دايما بفكر في انه، وخصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، يعني تخيل ان الضغوط الحياه والناس مش لاقيه تاكل والفلوس والدنيا صعبه وكل، ان حد يقرر انه انا اللي انا هعمله النهارده في يومي ان انا هاخد من وقتي ساعتين 3 واخد من البادجت بتاعت فلوسي قد كذا وهخش اتفرج على حكايه فيلم حكاية. فهي الفكره نفسها very interesting، ويا ريت بقى اخرج مبسوط. أيوة طبعا. فطبعا عشان كده دايما يعني في صناعة السينما نفسها، إنه بيبقى عامل مهم جدا من صناعتك لفيلم أو لمسلسل هو الترفيه. طبعا هي مش السينما مش ترفيه بس، في عامل أساسي جوه صناعة السينما هو الترفيه، إنك ترفه عن اللي بيتفرج. انا بصراحه بشوف ان دي اول حاجه، يعني اول حاجه انك تسليني، بعدين بقى عايز توصلي مسج وصلها، مش ضروري خالص توصلها. ممكن ترفع عني، ممكن تقول لي رسالة، ممكن تنقل لي حياة، ممكن تخليني افكر. انت ممكن تخليني افكر كتير جدا في حاجة ما كنتش بفكر بس انا بحس دايما انه لازم يبقى فيه الجزء المسلي ده، اللي هو فرجني على حاجة عمري ما شفتها، وديني عالم عمري ما شفته، بس وانت بتودوني خليني ابقى متسلي مش زهقان. قول لي المسج اللي انت عايزها، بس وانت بتقولها خليني ابقى متسلي، مش حاسه ان انا باخد درس. يعني انا دايما حاسه ان الحته بتاعت الانترتيننج دي انترتين مي الاول، لو عارف اللي هو جر رجلي كده، وانا هبقى معاك يا سيدي في اي حاجه مفيش مشكله. وعلى فكره انت ممكن، واكبر دليل كده ان انت ممكن تقعد مع انسان يبقى بيقول كلام مهم جدا بس هو بيقوله بطريقه ممله، فانا مش عايز اسمع. وممكن تقعد مع حد تاني بيقول كلام فارغ بس هو بيقوله بطريقه مسليه. ده الحكاء. هي دي ميزه الحكاء اللي كان موجود زمان. فهو الحكاء ده لما اتطور، انا بشوف ان هو اتطور كوسيله لحد ما وصل للشكل اللي احنا فيه دلوقتي. مش التلفزيون بس، في التلفزيون وفي السينما وفي الراديو وفي الانترنت، كلهم وسايط جواهم فكره الحكاء. واحد كان بيحكي بصوته، واحد كان بيحكي في ورق فانت بتقرا له كتاب، واحد بيحكي بصوته في الراديو، واحد بيحكي ويصور ويوريك فيجوالز فانت شايف وسامع كل حاجه قدامك شايفها ومفنجل كده. ايه العالم ده؟ ايوه طبعا. ايه الناس دي هيقتلها؟ طبعا احنا
يعني لو عملتي فلاش باك بسيط كده لكل الحاجات الكليشيهات اللي موجوده عند المشاهدين، سواء كانت موجوده جوه افلام او مشاهدين انت عارفاهم في الحقيقه، او تريقه على مشاهدين جوه مسلسلات وافلام، او حاجات بتحكي عن مشاهدين، هتلاقيها تنحصر ما بين مين اللي قتلها في المستشفى، ايوه الحق يقتله، هيعرفوا مين هتطلع مراته ما يطلع ابنها. الحاجات دي كلها هي نتائج اخيره حصل عليها المشاهد، وصل لها المشاهد بعد فقره انبهار كبيره في حل لغز معين. كان الكاتب من البدايه بيسحرك والمخرج من البدايه بيسحرك عشان تتسحل معاه في اللغز الكبير ده اللي انت وصلت لحله في الاخر معاه. عامة هي دي حقيقة. انا انت عارف ان انا جت في وقت كده قلت لنفسي انا هبتدي اصور فيديوز للناس، ده لسه ما عملتهاش بس عايزه اعملها، ان انا اصور فيديوز للناس وهي بتتفرج على الحاجه، يعني اشوف رياكشنز بتاعتهم، لان انا بقفش نفسي ساعات. ساعات كده بتتفرج على مثلا فيلم فتقفش نفسك متضايق قوي، متضايق جدا، تحرق دمك يعني. ايوه. وبعدين او ساعات تلاقي نفسك حاجه مش شبهك، مش شبه شخصيتك، بس تلاقي نفسك في مشهد رومانسي كده زي العبيط بتبتدي تبتسم، فاهم؟ وانت اصلا حياتك متخربقه في الدنيا، وناس تعيط وناس تبرق والناس تضحك وناس ما عندها ابهار، لان الابهار برضو عنصر طبعا منبهره. ايه ده معقول؟ كل هو طبعا بيسميه في الاخر انتاج بقى، بيسميه ما اعرفش يسميه ايه، بس في الاخر هو مبهور ان كل العربيات دي بتتقلب قدامه والتفجيرات دي بتحصل وهو بيطلع سليم في الاخر البطل. ايوه مبهور جدا ان بتاع ده دبه كبيره جدا بتحب انسان وبتنقذها من كذا. بحب الفيلم ده قوي. انا واحد فيهم بتاع الدبه ده كان اسمه ايه؟ اصل في تاني، في اللي هو بتاع ده مش ده ناومي واتس لا بتاع لا بتاع الغوريلا. لا انا بتكلم على المدينه اللي كانت كلها قرود وغوريلات وبتحارب والبشر بيحاربوها. لو افتكرته هحطه لكم. عارفاه. وفي منه كتير، فكلها دي حاجات مبهره. ايه ده؟ ايه العوالم دي وايه الناس دي صح. كل ده وانت قاعد على الكنبه، كل ده وانت قاعد في السرير، كل ده وانت قاعد مع اصحابك. أيوة. على قهوه انت عملت بوز، قفلت الدنيا، دخلت دنيا ثانيه وسافرت ساعتين 3 رحت. بالمناسبه في واحد مره قال لي ان هي دي آلة الزمن، احنا عمالين ندور عليها وهي انت مش محتاج تدور عليها. أيوة. انت هي دي آلة الزمن. على فكره في ناس كتير بتقول على التلفزيون والسينما تفتحها تخش في عالم قديم، تخش في عالم مستقبلي، تخش في حياه واقعيه. انا برضو يعني فكره السينما الواقعيه اللي هي بتتكلم عنك وعن همومك وكده، دي ممكن ما يبقاش فيها ابهار، بس بيبقى فيها تطابق، ان انت عندك حاجه جواك حاسس بيها مش قادر تعبر عنها، في واحد تاني غيرك عبر عنها، أرخ الحاله صح بتاعت الزمن ده او بتاعت السنه دي بتاعت المكان ده بشكل معين قدامك، لدرجه انك مطلع لك كل حاجه صح، لدرجه انك بتسقف له انت ازاي دخلت جوه افكاري، جوه دماغي، خدت كل اللي انا حاسس بيه ده حطيته لي. صح. انت ما نقلتش الصوره، انت نقلت مشاعر واحاسيس جوايا قدامي على شاشه. صح. موضوع مبهر جدا، سحر. دايما ساعات كتير كنت بحس ان الناس اللي ما بتحبش تتفرج على الافلام وما بتحبش تدخل السينما هم نفس البني ادمين اللي ما كانش بيحبوا يسمعوا حدوته اول ما ينام. عادي جدا والله. اصل انت لو ركزت هتلاقي كل الاطفال زمان قبل بقى الايباد يعني انا وانا صغيره كنت احب اسمع جدا حدوته قبل ما انام، اللي هو بقى ايه، تبتدي بقى تتخيل كده وهي الست دي بقى لابسه ايه. فانا فاكره ان لغايه دلوقتي لما اسمع حد بيقول لاين ليه علاقه مثلا بست الحسن والجمال دي، انا شايفه، انا عارفه هي لابسه ايه شكلها. انا بالنسبه لي خلاص خلقت لها المكان بتاعها بالظبط. وبتتحرك بأني فستان وبتاع. عالم ساحر. طب انت عارفه كمان انه السينما، ودي مش عارف حاجه الناس عارفاها ولا لا، بس اغلب القصص المتداوله في السينما وفي الدراما وكده هم متقسمين لتيمات، والتيمات دي ليها عدد. ايوه. قصص البشريه لما هتتحكي مش هتتحكي في اي حاجه غير العدد ده. هم 34 او 36 تيمه بيحكوا قصص البشريه كلها، كل حاجه، كل القصص، كل الحواديت، كل الستوريز دي في القوالب بتاعت التيمات دي، اللي انت شفتها او اللي انت لسه عايز تشوفها او بتنبهر لما تشوفها، كلها بتندرج تحت ال 36 او ال 34 تيمه دول. يعني بيقول لك مثلا في تيمات اساسيه، في تيمه الرجاء، سامحوني بقى لو بقرا لكم يا شباب بس يعني مش هيحفظ ال 34. الرجاء
ده بيقول لك لو شخص واقع في مشكله او هو الشخص ده بيبقى ضحيه يعني لمشكله ما، وممكن يكون مصدر الخطر اللي بيهدده او الشيء اللي بيساعده. يعني يكون انت كضحيه بتتساعد او بتساعد، يعني انت الشخص ده او الشخص ده تحت تيمة الرجاء، في تيمة الخلاص قريبه شويه من اللي فاتت. بس في دي المنقذ بيروح يساعد من غير ما حد يطلب منه حاجه. ايوه في التيمة الثالثه اللي هي جريمه وبعد منها بيحصل انتقام. فاحنا بنشوف جريمه دي طبعا، كل ما هقول تيمة دلوقتي هيجي في دماغك اكتر من فيلم نفس الشكل. يعني اكيد كلنا شفنا جريمه وبتحصل وايه ده، طبعا هنتقم. دي طبعا من التيمات المشهوره عندنا في الحاجات العربي او المصري، قتل ابويا وبعدين ما راح انتقم لسه واتسجن. امبارح كنت بتفرج على مسلسل كان اول حلقه يعني كان عربي ففي اول 5 دقايق دبابات وعربيات ومسدسات وما اعرفش ايه، بوم الراجل مات. فاخويا بيقول لي يعني هم عملوا كل ده عشان يموتوه، ما كانوا بدأوا المسلسل هو مات. قلت له لا، ده هي كل الحلقات اللي جايه دي هتقوم عشان السين عشان ده، الراجل اللي مات عشان ده. الراجل ده مات. قالك عندك بقى انتقام بين الأقارب، دي تيمة ان بيحصل انتقام ما. وعلى فكرة الانتقام ممكن لو اتكررت اكتر من تيمة باكتر من شكل احيانا بيتضمنوا، يعني بيبقوا الانتقامات يبقى كلها مع حاجه بعض. حاجه بس انتقام بين الأقارب ده دايما بتشوفوا 2 اخوات بيقتلوا بعض، واحد عايز ينتقم من ابن خالته، واحد عايز ينتقم من ابوه، الاب عايز ينتقم من عيال، حاجات فيلم كده العار مثلا. في تيمة الملاحقة، انك ناس بتجري ورا حد يعني مثلا ممكن يبقى البطل ده هربان يعني في عندنا فيلم احمد زكي الهروب مثلا، هربان وهربان من العدالة والناس بتدور عليه. فيلم الجزيرة. طبعا مش كل حاجة هقولها لكم هحطها على الشاشة، بس يعني دي تعتبر افلام كويسة لايقة على التيمات دي ممكن تشوفوها. وفي حاجات تانية مهمة ممكن ابقى احطها لكم على الشاشة. في فيلم الكارثة، ممكن تحصل كارثة بيئية، كارثة طبيعية، اي كارثة بتحصل. تشيرنوبل دي كانت كارثة، ده فكرة من اهم المسلسلات اللي انا شفتها في حياتي بصراحة. يعني ندمان كل واحد ما شافش تشيرنوبل لحد النهارده يا جماعه. بالعكس على فكره ده انسان سعيد ان هو لسه عنده اوبشن ان هو يتفرج على حاجه حلوه. صح، يو جوت مي. على فكره انا في حاجات بقول لو الزمن رجع بيا ودي جد دلوقتي لسه بقى هكتشفه. انا تشيرنوبل ده بحبه جدا يعني لو اتعرض تاني قدامي او قررت اقعد كده اتفرج على حاجه ممكن اتفرج عليه، لانه هو في ميزه وفي عيب. بس العيب بالنسبه لي هو ميزه برضو، لانه هو بينقل قصه واقعيه، ودي اغلب انواع القصص اللي الناس بتحبها، اللي هي الترو ستوري. دي قصه حقيقيه عايزين نتفرج عليها، فبتبقى حلوه ليه؟ لانه بيبدا يتمثل تاني حاجه كان سمع عنها او قصه حقيقيه في مكان هو ما يعرفش عنه حاجه نفسه يشوفه. على فكره كلمه ترو ستوري دي بتشد ناس كتير جدا. انا منه يعني ايه بجد. لا، وهي الافلام القصص الحقيقيه هي اكتر افلام مشاهده. ايوه، لانها انت ازاي هتجيب لي قصه حقيقيه تمثلها لي تاني كده بلحمها. الفكره ما كنت بتكلميني عن ديانا. لا الفيلم ده جامد قوي، فيلم ديانا ده اسمه ايه؟ لا ما كانش فيلم، ده كان لا ما هو انا كنت بكلمك على ذا كراون، ده مسلسل. طبعا المسلسل انا بالنسبه لي سيبك بقى من ديانا ومن اليزابيث ومن الناس دي، انا بقى بتفرج على كل حاجه، بتفرج على هو الخياط بتاعهم عامل ازاي، وهي كانت بتفطر ايه الصبح، وان هي وهي صغيره ابوها ده ما كانش الملك اصلا. دخلتي جوه العالم بتاعهم. وان هو وهم بيدرسوا ايه وهم صغيرين في المدرسه، وايه الاتيكيت اللي ينفع والاتيكيت اللي ما ينفعش، وان هما كانوا بياخدوهم يوزنوهم على الميزان بتاع الفاكهه والخضار ستات عشان يشوفوا هي تخنت قد ايه، وان هي تخش التلاجة تاكل من وراهم. كميه تفاصيل، انتوا عايشين كده ازاي؟ وبعدين قعدت افكر طب انا بقى لو مكانكم انا احب اعيش العيشه دي؟ لا طبعا. يعني انا ما بحبش اعيش العيشه بتاعت ان بس حبيتي تتفرج عليها. طبعا حاجه مبهره، حاجه مبهره. انتوا كل الناس دي بتخدم 2 3 دول بازاي، بايه ينفع وايه ما ينفعش، راجل وهو واقف حاطط ايده فين، تفاصيل. انا كنت هخش القصر الملكي بتاع انجلترا فين عمرك ايوه ولا تعرفي ايه اللي بيحصل جواه، ما يقولكيش غير شكل فيلم زي ده. بس كراون انا هحطه على الشاشه ده بقى، وبجد ارشحه للناس، يعني حاجه من الحاجات حلوه قوي. لا حاجه رهيبه حلوه قوي. وبعدين بقى بتبتدي تعرف معلومات في التاريخ اصلا انت ما كنتش تعرف. يعني انا بقول لك انا ما كنتش اعرف ان هي ابوها ما كانش الملك.
اليزابيث اصلا ابوها ما كانش الملك، ده عمها هو اللي كان الملك، وراح اتجوز واحده بره، فقالوا له لو كده هتتنازل عن الملكيه، فقال لهم هتنازل عشان خاطر الست اللي بيحبها. فبعدين اخوه هو اللي مسك مكانه، فبعدين اخوه ما كانش عنده بنات، فما كانش عنده ولاد، فبنته هي اللي مسكت. فكميه تفاصيل بقى من التاريخ، لو جبت كتاب تاريخ وقعدت تقراها هتبقى ممله، هتبقى ممله لو انت مش مش من الناس اللي بتحب يعني، مش بتحب القرايه، او كمان اللي مكتوب بطريقه مثلا بتزهق دايركت مباشره شويه. صح. احنا وقفنا عند الكارثه بيئيه او طبيعيه، دي تيمه السادسه. التيمه السابعه الوقوع فريسه لسوء الحظ. دي افلام كتير جدا كده بيبقى فيها سوء حظ، وتبقى انت فجاه في وسط عصابه، فجاه في وسط وغالبا هي بتبقى اكشن، هي بتبقى كوميدي الافلام دي. والله شفت منها حاجات سسبنس. انا مش فاكر الفيلم بتاع اللي هو كان، بس ده ما يعتبرش، لا ده ما يعتبرش كده. هو ممكن سوء حظ فعلا يخليك تقع في حاجه كده، في وسط مثلا عصابه، في وسط مجموعه حيوانات يعملوا فيك حاجه. ودي تيمه برضو مشهوره جدا. تيمه الثوره عموما بقى، مش يا كل اشكال الثوره. ممكن تبقى ثوره على سوق المال، ثوره على دوله، ثوره على شركه. دي في منها افلام كتير جدا برضو. في المشاريع الكبيره اللي بتكلف البطل حياته. اشهر حاجه تهيالي هنا سيف برايفت راين. ده بالنسبه لي ده هو ده. يعني توم هانكس وهو بيدور على ريان ده، دي فكره مجنونه ان هو يخش في وسط الحرب، يعني جوه الحرب العالميه الثانيه يخش يدور على شخص. انا بسمع كم من القصص على سيف برايفت رايان ده مرعبه. يعني من اشهر القصص اللي سمعتها عنه ان هو العدسه بتاعه تصوير الفيلم ده مش عدسه موجوده نصور بيها. هو عشان حاجه معينه في الفيلم، تقدروا تسيرشوا على النت على الموضوع ده يعني هتلاقوه، قرروا يصنعوا عدسه معينه تتلائم مع انا فعلا بشوف حاجه غريبه. انا اعتقد احمد المرسي كان قال لي، مش فاكر مين يا رب. احمد المرسي انت قلت عنه؟ احنا كنا قاعدين دي كانت ورشه غالبا، كان حاجه مش فاكر مين، او لا، او عبد السلام موسى، ممكن عبد السلام موسى، والله ما فاكر مين يا رب. كان في مدير تصوير بيتكلم عن الفيلم ده وقال القصه دي برضه. انا سمعت قصص كتير عن الفيلم ده، بس ان فيلم تعمل له عدسه معينه عشان، بس على فكره الموضوع ده من انواع برضه السحر، انه عشان يعني تخلي المشاهد يبص بنظره معينه، فانا هخترع حاجه عشان مش طبيعيين برضو الناس اللي بيشتغلوا. ما هو الجزء بتاع الخدعه السينمائيه احنا يمكن ما اتكلمناش فيه كتير النهارده، بس اتكلمنا عليه في كذا حاجه تانية قبل كده. هو ده جزء من الخدعه السينمائيه. مش الخدعه السينمائيه دايما التعويره والاكشن مش عارف ايه بيتفجر. لا، في خدعه تانية. ممكن اقعد اركب حاجات على حاجات عشان انت بس تشوف صوره معينه كده. عايزك تشوف بس الزاويه دي، تشوف بس المنظر ده بجنبه ايه وبعده ايه. انا عامل خدع كتير. اللي ورايا ده كله فوم كرتون، انت فاكره حيطه، بس انا عامل خدع عشان يبان حيطه. انا فاكره اول مره في حياتي دخلت استوديو وكانوا بانيين فيه عماره. خضيت يا انا كنت مصدقه نفسي يعني ده مش بيت. حصلت معايا وانا داخل مدينه الانتاج الاعلامي اول مره. ايوه، شايف البيت قدامي والعربيه بتلف بيا، لقيتها ورقه خشب مفيش حاجه. لقيت ورقه. قلت يا نهار اسود، ده شكله بيت. انا رحت استوديو مش فاكره كان اسمه ايه، كان في شبرا 1، وكان هو ده الاستوديو. عندي الصور حتى، كان الاستوديو اللي متصور فيه مسلسل حديث صباح المساء. فانا واقفه قدام الشباك اللي كانت بتبص منه عبله كامل. هي كانت الست بتطلع من الكنبه زي ما احنا عارفين، الست بتطلع من الكنبه وتفتح الشباك وتبقى في الشباك. فهو ده طلع اصلا مفيش حاجه، دي واجهه ارابيسك. فانا كنت واقفه اللي هو بص، انا بشتغل اصلا في الشغلانه وشفت الكلام ده قبل كده، بس ده مسلسل حديث الصباح والمساء، فاهم؟ انا بعتبر يعني او بعتقد كل ما زادت الخدع السينمائيه كل ما كان العمل مبهر وقوي. ده رايي. لانه كمان دي بتبين لك قد ايه حرفيه وشطاره الناس اللي شغالين، عارفين بتتعمل ازاي، بس بطرق كده ملتويه في الاخر توصل صوره معينه للجمهور، صح؟ يصدقها. وراها معمول ايه؟ حاجه ما تخصكش، عادي جدا. يعني هل تعتقد ان اللي احنا بنصوره دلوقتي ده دي لمبه بيت طبيعيه مثلا؟ ممكن تطلع لمبه بيت طبيعيه، وممكن لا خدعه عشان بس في الاخر انت تتفرج. باروكه.
فسيف برايفت ريان اعتقد حطيناه خلاص على الشاشه. التيمه العشرة هي تيمه الاختطاف، حد يخطف حد، دي موجوده كتير جدا. ومن اشهرهم الفيلم الاخير بتاع الولد الاقرع اللي خطف بنتين وحبسهم، سبليت. يعني بحبه جدا الفيلم ده، جميل هو الفيلم ده فيه مليون حاجه حلوه غير التيمه بتاعته يعني. بس الاختطاف دي تيمه مشهوره جدا يعني. طب يعني مثلا بنت انجل، ابن انجل مقدم، كانت لما انجل مقدم واحمد السقا كان اسمه مش عارفه خطوط حمراء ولا 30 يوم، لا 30 يوم ده بتاع خطف برضو. فدي تيمه مشهوره عندنا احنا كمان يعني. تيمه فيها لغز. ما حاسه بس ان انا مش مرتاحه. تيجي نمشي، تيجي نطلع الجنينه. التيمه بتاعت اللغز، تيمة الفيلم كله او المسلسل كله بتتكلم عن لغز وحله، طريقة حله، ودي موجودة كتيرة جدا برضو. ليه ده كان مسلسل نيلي وشيرين؟ دي فوازير. ايه لا مسلسل بتاع نيلي وشيرين بتاع دنيا سمير غانم لما كان كل حلقة عندهم لغز. لا وممكن الفيلم كله يدور حوالين لغز، انتوا الناس كلها بالابطال بكله بيحاولوا يفكوا اللغز ده عشان يوصلوا حاجه. زي اسمه ايه ده، ماردر او ماردر ان اورينت اكسبريس ده، ولا كان اسمه ايه اللي هو مين اللي قتل في القطر. لو افتكرناه برضه هنحطه. صح، برافو عليك، لانه ده السلسله دي بتاعت اجاسا كريستي. انا بحب الست، بحب كل دي سلسله مهمه جدا حتى لو كتب. يعني وكان في نايفز اوت، كانت عامله نايفز اوت 1 و 2، كانوا الاثنين حلوين قوي برضه. التيمه ال 12 تيمه الكسب. ازاي تتفاوض مع جهه معينه عشان تكسب حاجه، مع فرد عشان تكسب حاجه، دي موجوده كتير جدا. صح، في سيره البنوك. الارهاب والكباب مثلا. والله دي بس طبعا الارهاب والكباب فيه بيتكلم عن موضوع اكبر واعمق. العداوه بين الاقرباء دي 13. الاخوه الاعداء مثلا. والتنافس بين الاقرباء دول ممكن يبقوا 2 هدف واحد و2 أو 3 بيجروا ورا الهدف. الفيلم كان اسمه ايه اللي هو بحبه قوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برستيج. حلو. ان هما الاثنين عندهم نفس الهدف. جرائم نتيجة الخيانة الزوجية دي كتير جدا. الجنون ده يعني انا افتكر له فيلم، والله انا ممكن ادخل الجوكر في الحكايه دي. جنون طبعا، وخصوصا انه كان هوب خالص، انه باتمان قرص عليه. طبعا تيم باتمان وارمي باتمان هيطلعوا دلوقتي في وشنا. بتحب افلام الكوميكس وكده؟ والله بصي، انا بحب فكره ظهور عالم زي ده قدامي، بس انا مش مفضلي النوع ده. انا مش بحس ان دي سينما، ما اعرفش، ما تسالنيش ليه. ما انا مش مفضلي النوع ده عشان كده. لما تخانقش خالص، بالعكس انا معاك. تحس ان هي مش سينما؟ يعني انا مش مفضلي النوع ده عشان بحس ان احنا قاعدين على القهوه اكتر بصراحه، وفي حد كده يعني مش حاجه. ممكن شعوب تانية تحب الحاجات دي. في ناس مجانين افنجرز والكلام ده، بس انا ماليش فيهم خالص. بس انا بحب سوبرمان كفكره. انا السكه دي كلها بره عني بصراحه. وانا كمان لا انا بحبه ككاركتر، لكن وعلى فكره برضه عشان ما ابقاش بكتب، يعني ذا دارك نايت ده انا فيلم بحب اتفرج عليه، ولما اتفرجت عليه انبسطت، بس هي مره ممكن حاجه تعدي مره. ممكن حاجه تعدي مره. طيب الحماقه المدمره دي 17، يعني في هزارايه كده او تصرف غير مسؤول بينتج عنه كارثه، ودي كتير برضو. آثام الحب اللا إرادية دي برضو في منها حاجة كتير. قتل الأقرباء بالقصد. هم بيقولوا أصلا إن الحبكة دي أو التيمة دي يعني من الحاجات اللي نادرة شوية، فممكن تتضمن مع تيمة تانية. التضحية من أجل المبدأ ده كتير بقى، بس دي تيمة 21. التضحية من أجل الآخرين دي بالهبل طبعا. اسمه ايه اللي ما كنتش بحبه، اللي هو مصاص دماء كده بيدافع عن حبيبته. تويلايت. خلاص عرفنا. تويلايت صح؟ تويلايت اتهيألي كان في تضحية من أجل الآخرين، اتهيألي، بس يعني تيمة مشهورة معروفة يعني. التضحية بكل شيء في سبيل الشغف
دي حصلت كتير لناس كانت عايزه تضحي بكل حاجه عشان تغني، عايزه تضحي بكل حاجه عشان تعمل فيلمها الاول. شفتها كتير جدا يعني ان هما بيحبوا حاجه وشغوفين قوي بيها، دي كتير قوي دي. ايوه كل الافلام تقريبا ميوزيكال شويه هتلاقيها كده. تهيألي كده فيلم اسمه ايه شومان ولا بتاع اسمه حاجه زي حاجه شومان مش فاكرها قوي. هو في ناس بترجع الموضوع التضحيه ده لا ده مش تضحيه. 23 الحاجه الملحه للتضحيه بالاخرين. في ناس بترجع حاجه زي كده لقصه النبي ابراهيم وابنه اسماعيل، ان ذبحه يعني ده امر رباني فما ينفعش يرده، وده بالنسبه له. فالحاجه الملحه للتضحيه بالاخرين دي اللي هي حاجه اللي شبه اكبر القصه منك دي يعني. وانا تقريبا شفت حاجه شبه كده قبل كده برضه. التنافس بين الجيد والاكثر جوده، دي بيقولك ان الحبكه دي او التيمه دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي المشاهدين مستمتعين وهم بيتفرجوا على الحاجه يعني. غالبا ما بين غني وفقير، ما بين واحد ساحر وواحد عادي، راجل شريف جدا مبادئه اهم حاجه، وواحد تاني عكسه تماما. فالتنافس ما بين الاثنين ده بيطلع كتير طبعا. ده من الايام اللي بدوس الخيانه الزوجيه 25. آثام في سبيل الحب، دي قلنا خيانه زوجيه. لا مش ده قصده، هو قصده على العلاقات اللي بره اطار المجتمع. قلنا الاثنين دول قبل كده والله. طب خلاص. اكتشاف حقيقة مشينة عن أحد الأقرباء. عقبات في وجه الحب، دي طبعا بالهبل وكليشيه ويتمسح كتير بكرامتها بقى الأرض. الوقوع في حب في هضبة الغرام. طبعا. الوقوع في حب العدو، دي برضو شفتها كتير دي قوي. حلوة. ده لوسيفر، ده كذا حاجة. ده حاجات كتير بقى ايام الحرب هتلاقي، ومش لازم يبقى عدو. الوقوع في حب حد ما ينفعش تحب، هو المفروض ضدك، ضد بقى مبادئك، ضد الاسره، ضد ده بالهبل ده. الطموح ده كتير جدا. الصراع مع الالهه ده كتير برضو. ال 32 الغيره في غير محلها، ده مثلا زي نيلي لما كانت مع محمود ياسين في عذاب امراه، ده نفس الحكايه برضو. هي شاكه في جوزها وبتحاول تلمح له. عامه في افلام كتير كده قوي الناس اللي هي بتغير على الفاضي. 33 الاحكام الخاطئه، ده شاوشانك ريديمشن طبعا هنحطه على الشاشه. ده على فكره الفيلم ده يعتبر من اهم 3 افلام في العالم على IMDb. بالمناسبه هو مش شرط، بما انه يعني انت لو فتحت دلوقتي IMDb هتلاقي رقم 1 على الكون. انا بحب الفيلم ده وده قديم بس مش معناه ابدا ده احلى فيلم يعني. لا مش هو برضو خد عدد سنين كبير جدا عشان يوصل لده. فلو واحد تاني خد نفس الفرصه في الفتره دي ممكن يعديه طبعا. بس هو فيلم حلو جدا. الندم 34. استعادة المفقودين 35، ده قريب شوية من سيف برايفت رايان. خسارة الأحباء 36، دي تيمات السينما. كل الأفلام اللي احنا اتفرجنا عليها في حياتنا أو لسه هنتفرج تندرج عليها تحت هذه الأشياء بالظبط. فدي أنواع التيمات اللي ممكن واحد يعمل بيها سينما. بس في نفس الوقت في حبكات وأنواع قصص تانية هي برضو هتلاقيها ما تخرجش منها أي قصة بنعملها في أي فيلم أو مسلسل أو كده. يعني بيقولك مثلا التغلب على خوف أو شر أو وحش، ده كتير جدا. الخارق للطبيعة افنجرز. البحث في المطلق، رحلة العودة، واحد راجع من حاجة، كوميديا، مأساة، ولادة جديدة، رعب، لعنات. قصدك بقى دي الجنرا بتاعت أصدقاء، حب، تأقلم مع مشكلة، مغامرة، السعي وراء حاجة، إنقاذ، هرب، انتقام، لغز، منافسة، خسارة، إغراء، تحول، تحويل، إنضاج وتربية، حب ممنوع، تضحية، اكتشاف، بؤس، بائسة يعني حاجة تانية غير اللي فوق، صعود بشكله بأشكاله كلها، رحلات الصعود بتاعت الكاركترز بالظبط. ودي بالمناسبة دي من أكتر الحاجات المنتشرة عندنا جدا جدا. على فكرة عشان محمد رمضان بيكسب بيها. محمد رمضان عايش عليها أصلا ما يعملش غير. بس كل الحاجات دي جوه كل القصص دي دايما هتلاقي بطل، دايما في بطل جوه كل القصص دي، في بطل. وعشان البطل ده تعرف انت تتابعه او السحر ده يخش جواك، لازم تعرف ان البطل ده مش هيتحرك من النقطة دي للنقطة دي ويقعد وانت كده اتفرجت وخلاص. لا لازم يبقى فيه احداث بتبوش غير ان يبقى فيه احداث لازم يبقى فيه مطب. صح. الكونفليكت دي لو هو عداها انت هنا بتبقى مع الشخصية عايز تعرف ده طلع من السجن، طب ازاي هيرجع يغني؟
صح. ده خدوا كل فلوسه، فتشوف طريقته هو عايز يرجع غني. صح. هنا انت بتتابعها. وبرضه هي ملخصه في كام حاجه، انه الانسان بيقابل نفسه، بيقابل انسان تاني، بيقابل طبيعه، بيقابل بيئه، بيقابل تكنولوجيا. لازم اولا يبقى عنده جول. لا انا بقول لك ان الانسان ممكن يقابل ايه. بيقابل بيئه محيطه، بيقابل تكنولوجيا او آلة معينه، بيقابل خارق تاني، بيقابل الاله، يعني بيقعد يتكلم مع ربنا، عايز يعرف انا مخلوق ازاي. بالمناسبه ده حصل في بحب السيما. ومش لازم يبقى انسان بالمناسبه، ممكن يبقى حيوان قدام حيوان. دي في افلام منها كتير جدا. الفيلم اللي انا مش فاكره ده هفتكره، يبقى حيوان قدام حيوان، كم القرود اللي كانت بتنافس مع بعضها. انا فاكره حاجه بلانت او هو ده. ف الشويه اللي احنا قعدنا ندردش فيهم دول مكونات السحر، طريقه عمل السحر. لما تلخصت كده قدامك هتلاقي نفسك مسحوله في اي قصه من القصص دي بالشكل ده. في افلام كمان يمكن انا وانت عملنا لها شير مع بعض، مش عارف هتلاقيها جات لك. افلام كمان غير انها بتندرج تحت ده، هي بتاخدك لعالم السحر اللي احنا بنتكلم فيه ده. حتى بقى ما رحتوش قبل كده كتير. انا مثلا بالنسبه لي الحته الهندي دي ما كنتش اعرف عنها اي حاجه لحد ما ظهرت الافلام الهندي. انا بصراحه فيلم الكازينو بتاع طبعا روبرت دينيرو طبعا، ده بالنسبه لي كان سحرك ازاي. انا ما كنتش ما عمري في حياتي ما دخلت الكازينو، فانا بالنسبه لي ايه ده، ايه العالم ده، ايه كل ده، كل حاجه. فالصراحه بعت لي افلام هندي، بعت حاجات كتير بس عايزهم من اولهم بس عشان الفيلم ده جامد قوي. من اولهم خالص. يلا يعني انا دنجال ده من الافلام الهندي اللي دخلتني في قصه واحد عنده 3 بنات، 3 بنات لازم يلعبهم لعبه معينه ليها علاقه فايت، يعني تطلع فايتر في الاخر بنت من بناته. فانا بسمع ايه القصه دي، ايه العالم ده، ليه اب في الهند يعمل كده مع بناته، عشان ايه يعني، في ايه السبب. ما تخش جوه الفيلم تتسحلي اكتر. ايه يا عم دنجال بقى الناس اصلا ايه دنجال ده، وليه غيرت فجاه فكري ومفهومي عن الافلام الهندي اللي هي كلها الناس بتتضرب في 4 ساعات يا بيرقصوا 6 ساعات، كل حاجه سلو موشن. ده مش هندي، ده تحسي فيلم كده غريب. اتي كده تاني فوق. ذا جيم معرفش رشحنا قبل كده الناس ولا لا، بس هنرشحه تاني. واحد غني جدا، اخوه حب يعمل له هديه، دله على شركه، قال له الشركه دي بتلعب معاك لعبه وبتكسب منها هديه وهي حاجه للتسليه. ايوه ده احنا رشحناه قبل كده لما كنا قاعدين في الجليد. والله ما فاكر، بس هو عامه يعني ده من الافلام المهمه جدا اللي ليها علاقه بسحر السينما. يعني انت فعلا من الافلام اللي هتسحرك. ممكن اقول على حاجه الناس مش ممكن ما تبقاش كل الناس بتحبها، لا لا لاند. والله في سحر، في نوع من انواع السحر. انا الفيلم ده بالنسبه انا بحبه، يعني ده ممكن يبقى ماي فيفورت موفي. لا مش للدرجه. لا انا ممكن انا اتفرجت على حاجات كتير قوي حلوه. انا افتكر وانا صغيره اتفرجت على ايه اكتر حاجه سحرتك طب في لا لاند؟ الاخر 3 دقايق او اخر دقيقه، اللي هو لو كنا عايشين في لا لاند ما كناش سيبنا بعض وكنا حققنا كل احلام، بس احنا مش عايشين في لا لاند. وبعدين صراحه المزيكا بتاعت ابهار موسيقي، ايه ده، والرقصات والاستعراضات اللي هم عاملينها فوق بالعربيات. اصلا انا شفت بقى بيهايند ذا سينز كمان، موقفين الشارع كله وجايبين عربيات كلها نفس فاكره حلقه الكرياتيفيتي لما اتكلمنا فيها عن ازاي المبدع يقدر يصمم رقصه ويعمل كل اللي انت بتقوله ده. لا بصراحه انا بحبه بصراحه، وبحب قوي تمثيل ايما وستون في الفيلم ده. لا صراحه برضو من المسلسلات اللي عجبتني جدا. هو انت عندك حاجه في صباعك؟ لا طب اثبتي. ماشي يا بيه. برضو من المسلسلات اللي عجبتني جدا هو مسلسل رامي. بيوريك حياه بتاعت واحد هو باباه مسلم، بس هو طول حياته اتولد في امريكا مثلا. طب بيتعامل ازاي في وسط ناس ممكن ما يبقوش مسلمين وهو عنده ازمه هويه. ده برضو عالم تاني عشان تخشه. المسلسل ده خد جوائز كتير قوي. ده كان اول لما سيزون 1. هو اسمه رامي، حطيناه على الشاشه اهو. ده من افضل المسلسلات اللي انا شفتها بصراحه يعني. هناك بقى في الحته اللي انت فاتحاها دي بقى السينما الايرانيه بقى، يا الله على الجمال. ده الجزء اللي كنت بشرحه لك بقى في البدايه. بيوديكي عند بلد انت ما تعرفيش عنها حاجه، بتبداي تعرفي عاداتهم، تقاليدهم، بيعيشوا ازاي، بياكلوا ازاي. تعرف ان انا عمري ما اتفرجت على حاجه ايرانيه. هتفرج على يعني اصغر فرهادي ده من اهم المخرجين هنا. عارفاه طبعا. سبيريشن ده ممكن تتفرجي عليه، حاجه يعني مش ممتعه، ساحره. هو ده سحر السينما بجد يا جماعه. والله العظيم ايران بتطلع كم من الافلام. وعلى فكره في كذا فيلم تاني ايراني، معلش يلا انا كنت بعت لك كذا حاجه منهم. هيرو
اصغر فرهادي برضو، ده من المخرجين. ده فيلم اسمه اهيرو. في تاني مثلا الاصغر فرهادي ده اي حد بيذاكر عشان معهد السينما يذاكروا كويس عشان بيجيبوا عنه اسئله كتير قوي جنبه. كمان لسه. اه طبعا خوات ليلى ده كان فيلم انتشر كده من فتره يعني، ليلى كان له سبراوي. شهر وخد وترشح كان لكان. و فيلم مهم جدا، واقعي جدا، تحفه اخراجيه. وصل البوستر بتاعته. لا وكمان يسحلك السحله بتاعت سحر السينما، حتى لو انت شايف في الاوضه عندك في اوضه نومك انت دخلت العالم ده، عشت مع الشخصيات دي، بقيت خلاص عارف السكر محطوط فين في المطبخ. انت كل حاجه عرفتها يعني. وفي افلام ايرانيه تانية زي دالازارد صح. ده جاردو. وفي واحد تاني برضو ده اسمه داي لايف اند داي صح. ايه لايف اند داي. لايف اند داي. لايف اند وان داي. ده حلو جدا برضو. يعني من الحاجات كده اللي تعيشك في موضوع السينما الايرانيه. في واحد تاني لسه جاست 6:30 ده لازم تشوفوه برضو. هاتي بقى فوق تاني كده عشان ده برضو. كان في فيلم تاني برضو اللي هو بتاع نادين لبكي اللي هو كان اسمه كفر نحوم. كفر نحوم طبعا انا فاكره كويس قوي. انا لازم احكي لك تجربتي مع الفيلم ده. ليه علاقه بالسحر. مم. انا عاده ما يعني انا بحب نادين لبكي قوي قوي. فعرفت ان هي جايه مصر من الفيلم هيتعرض اول مره هنا في مصر وان هي هتبقى حاضره. مم. فقعدت حاجه بتاع شهر بحاول اجيب التيكت وهو سولد اوت. لغايه قبل ما الفيلم يبتدي بساعه لقيت حد بيبيع التيكت بتاعه اونلاين. فنزلت حتى كانت تقريبا عربيتي كانت عند الميكانيكي سبتها ومشيت ورحت. الفيلم 3 ساعات يا ريزو. انا قاعده بتفرج عليه معيش حد اصلا. وعاده الفيلم 3 ساعات ده وقت طويل. فانا بقى ايه عاده بنبقى قاعدين مستنيين يا بريك يا معرفش ايه عشان تخرج تفصل كده شويه. الفيلم خلص وما عندوش بريكس في النص. الفيلم خلص 3 ساعات وشويه وعملوا حاجه بتاع نص ساعه بريك لغايه لما الست تيجي عشان تبتدي الديسكشن. انا النص ساعه قاعده اعمل انا مش مصدقه لو اتفرجت عليه والله العظيم. سحر بقول. لا والله العظيم ما اتحركتش من مكاني نص ساعه قاعده اعمل كده. وحتى لما جت انا بقى كنت فاكره ان هي لما تيجي ابتدي اسالها اسئله مفيش اي حاجه. انا مركزه جدا في اللي انا اتفرجت عليه. قصه سحلتك. ايوه حاجه. ده كفر نحوم. ده كفر نحوم. ده فيلم حلو قوي قوي قوي. ماشي نحطه على الشاشه برضه نرشحه لهم. ايه تاني انا بس في الافلام الهندي كمان اعتقد ده مسلسل ولا فيلم مش فاكر اسمه راي. ده برضه هيغير وجهة نظرك عن الفيلم الهندي تماما. في فوق كنت كمان عايز ده مسكينة. ده من الحاجات المهمة برضه انا هندي، شفتها. ده بقى يدخلك برضه جوه البيوت كده تشوف ايه اللي بيحصل جوه البيت ده يا جماعه. ايه العلاقات دي وايه التقاليد دي وايه العادات دي. لا وفي ناس كتير قوي برضه بتتفرج دلوقتي على كوري. انا لسه حد مفرجني على حاجه كوريه على نتفليكس. كان مسلسل تقريبا بيتكلم عن الوقت التسعيناتي بتاع الكوريين. فانا انا الكوري كتجربه اتكلمت عليه قبل كده هنا في حلقه كنت انا وامزي اعتقد. وجبنا سيره باراسايت. يعني باراسايت فيلم مهم من اهم الافلام وكوريا يعني انا مش عارف ممكن اعمل لهم حلقه لوحدهم بصراحه. بس انا فاكر في الحلقه دي everything everywhere all at once ده كان كوري برضه. كان كوري بس انا في الحلقه دي يعني اتكلمت كتير عن بي تي اس وعن بلاك بينك واتكلمت عنها كتير. حلقه مش فاكر اسمها اعتقد الضمير او حاجه ممكن تشوفوها. كان فيها كلام كتير عن الكوري وبفكر اعمل لهم حلقه تانية لان السينما بتاعتهم فجاه ضربت والمسلسلات بتاعتهم كل حاجه حلوه عندهم. كان اسمه ايه المسلسل اللي هو كان فيه جيم سكويد جيم. جيم سكويد ده ولا سكويد ده برضو ده كان حاجه مش ده كان مش كان ترند بس ده ضرب ضربه في وش الناس مش طبيعيه. طيب دي كانت رؤيتي او وجهة نظري بصراحة في موضوع سحر السينما ده. انا شخصيا في الاخر لما باجي اسأل نفسي انا انت ليه لا انت ليه مسحور بالموضوع ده كده بجد ما بتعرفش. انت مش عارف انت مسحوب معاها ليه. بس لما بتيجي تفصلها تقول عشان كذا مع كذا مع كذا. يعني هي ملهاش حاجة ملهاش ملكة. انت عارف التولز بتاعتها بس تقدرش تدي معادلة نهائية كده وخلاص. ما اعتقد ده ليه برضو علاقة من شخص لشخص ومن بيئة لبيئة وكل لا وبعدين يعني نوع من انواع الباشن. ما هو مش لازم يبقى عندي تفسير طول الوقت انا ليه عندي باشن تلاقي حاجة. خيال السينما الساحرة. حتى دي هتشيلها ليه؟ هتقولها السينما الساحرة. يلا كمين. فين الفيديوهات اللي عايز توريهاني؟ يلا اتفضل.
الدنيا جرى فيها ايه بس، وانا اللي جاي استنجد بيه على رأي المثل. جيت لك يا عبد المعين عشان عايز اسألك على شوية حاجات كده. لقيتك يا عبد المعين انت اللي عايز تسألك المسلسل ده انا كنت بحبه قوي. وبعدين التعليم عمره ما كان وحش، على رأي المثل اتعلموا في اي وقت زي ما انتوا عايزين براحتكم. انت جايب الامثال النهارده منين؟ ليه شكلكم زاطك كده ليه؟ استنوا ما تقولوش. ها قولوا بقى. واسمحوا لي برغم ان انا في مكان جامعي وامام طلبه جامعيين وامام ناس مثقفين، الا اني هستعين بمثل شعبي بيقول: اجري يا ابن ادم جري الحيوانات المفترسه، مش هتاخد غير مرتبك ناقص 12% ضريبه مبيعات وشكرا. انا بحب كنت المسلسل ده جدا. انا بحب اشرف عبد الباقي لما بيتكلم مع ساميه. جرايه كل- سامي. كل شويه جرايه ساميه. ده كان في حلقات لذيذ. كان اسمه ده ما اعرفش ايه علاقته بسحر السينما يعني، بس انا مبسوط انك اشرف عبد الباقي جبت لنا الفيديو ده يعني. ده. ده الفيديو بتاع اشرف. ماشي. طب لا شكرا. ذوقي في الحياه. اتفرجك على ذوقي بس في الدنيا. حسبي الله ونعم ايه الوكيل. الفيديو الاخير اللي تحت خالص؟ انا عايز اتفرج على ده. يعني خليه الاخر ده ولا ايه؟ ماشي. ده بقى سحر السينما بجد. يا جدعان ما تهزروش طبعا والله ما تهزروش. طبعا طب طبعا بص، فيديو مبهر جدا. انا ده عمري سحر في بجد. حياتي لو كان حد قال لي ده سحر كنت تقني. هصدق. ده سحر تقني عادي جدا. عادي جدا تبقى عارف فكرة السحر دي جاية منين وتعملها بالطريقة دي. طب انا كنت فاكره انه ينفع نعمل كده في كروما وبتاع، بس اتليست لازم الماشين اللي بتحركني تبقى موجوده. دي طلعت حتى دي مش لازم. سحر. وفي الاخر اللي بيتفرج على اللي تحت ده ومبسوط جدا ان هو شايف حاجة زي كده. لا هو كمان السحر ان الست أنا تعرف ضحكت تديك عليك. الاداء كانها في المكان ده وهي اصلا قاعده فوق يبقى هي الست وكلهم عرفوا يخدعونا كلنا ويقدموا لنا السحر صح. ده. طبعا خدعة طبعا. خدعة تحفة كمان. لا دي حاجه مش طبيعيه. مفيش حاجه يعني انا طلع منها كل حاجه احسن من اللي هم عاملينها. بص يعني ده السحر اللي بالفيجوالز بقى، يعني مفيش قصة مفيش حاجة، مفيش حدوتة، مفيش بلد بتروح تشوف فيها حاجة جديدة. انت بتشوف تقنية جديدة تماما من غير ما تعرف انها تقنية وتضحك عليك. لا انت متصور هي دماغها عامله ازاي عشان تركز هي المفروض بتعمل ايه دلوقتي. طبعا الكروما دي محتاجة ممثل، مش اي حد آه. يعرف يمثل على كروما يعني. تحفة. لا طبعا دي حاجه فشيخه. عايز اسقف لهم وعايز اروح ابوسهم ست واحد قاعدة واحد. على مكان قد كده مفيش حاجه حصلت. ايه يا احمد ده؟ يا اختي قولي صباح الخير الاول. هو مفيش ايه قرانيه غير دي؟ هو القرآن كمان فيه حلو وفيه وحش. بس في حاجه عن الجنه، عن النعيم، مش كلها ان بطش ربك لشديد فبشرهم بعذاب اليم. ده احنا ولا في جهنم. لما انت خايفة من جهنم بتعصي ربنا ليه؟ بتلبسي بالشكل ده ليه؟ ها؟ ما بتصليش ليه؟ بوز. كله منك. ده الصراع اللي انا بحب. انا بحب الصراع ده جدا في السينما وفي المسلسلات وفي الصناعة. بحب الصراع ده اللي هو ما بين ناس من ثقافات مختلفة، ناس أثرت عليهم سلوك مختلف، يقفوا قدام بعض ويقولوا الكلام اللي احنا بنقوله لبعض في بيوتنا وفي الشارع وفي الشغل. ونشوفه يعني نشوف 2 موظفين في شركة، نشوف 2 موظفين جوه حاجة حكومية بيقولوا لبعض حاجات. بس مش بتحس ان هو دايركت قوي؟ انا بسمعها بوداني، عايز اشوفها قدامي ممكن توصلني لايه. هل هي هتوصلني للديبيت فقط، ولا ممكن نلاقي حلول، ولا نشوف نهاية ده ونهاية ده، ولا نشوف ازاي هيتجمعوا. حلول مختلفة كتير. اوكي. عايز اشوف ده قدامي، عايز اشوفه وخلي كل الناس تشوفه. برضو احنا خدي بالك يعني احنا بنحاول دلوقتي نكون عندنا سينما قوية ودراما قوية، بس اخر فترة دي مبقاش عندنا النوع ده من الحاجات. لا الصراحه احنا في حاجات كتير قوي وقع مننا ومعرفش ليه بصراحه. والحاجات دي من الحاجات اللي مهم كل شوية ترجع تعملها تاني. دي حقيقه الصراحه. يعني كل عدد سنين تعمل النوع ده تاني. احنا لو دورنا عندنا في تاريخ السينما بتاعنا احنا المصري هنلاقي افكار كتير لو خدنا
الفكره وطورناها على دلوقتي. انا مش بقول بقى اللي هو هنعمل زي مثلا امبراطوريه ميم بس مسلسل والكلام ده، لا انا قصدي الكونسبت نفسه بتاع الحاجه. لا يعني انا اقصد عايزين نتكلم في الدين، مثلا تعال نتكلم في الدين، مثلا يعني تعال نتكلم في التناقض ده، تعال نشوف ايه يعني اسئله كتير جدا محتاجين تقرا عنها كتاب وتتفرج فيها على فيلم، مسرحيه تشوف لها مسرحيه عادي. كله منك انت يابا، ربنا هيحاسبك انت. يا سيدي بزيادة يومين في جهنم. ودي اللي اشيلهم لك. والطهر اكسر ايدك. بصي 3 عقول مختلفه. اختك الصغيرة بلاش تعمل فيها كده يا احمد. يلا خش صالحها. يابا انت ما انتش عارف ايه اللي ورا الكلام ده. خش اوضتها كده هتلاقي رصة كتب كاتبها الراجل اللي اسمه فؤاد عبيد، اتعلمها منه الكفر كله. ما انا لسه عايش وبتعمل معاها كده، امال لما حمود هتعمل معاها ايه؟ يلا يلا خش صالحها عشان خاطر يا احمد يلا. بصي الاب ودوره، بصي الشاب اللي فيه فكره مسيطره على دماغه، بصي البنت ده كان اكيد ما كانش كده وتحول، وهي البنت بصي بتفكر في ايه، ازاي الثلاثه دول لما يبقوا في بيت واحد في اسره واحده الخناقه بتاعتهم هتبقى عن ايه اصلا، النقاش هيبقى عامل ازاي. فاهمه قصدي؟ ده نوع من الدراما من السينما غايب عننا بقاله شويه، بس اعتقد محتاجين نتكلم فيه. هو طبعا عندنا كذا حاجه ممكن تكون بتتكلم بشكل غير مباشر في الحاجات دي، وممكن الشكل المباشر ما بقاش افضل حاجه، بس لو نقاش زي كده موجود جوه جامعه ولا موجود جوه حاجه، ما احنا عايزين نعرف كمبدعين، ما احنا نقول لو احنا الفنانين واحنا مبدعين هنتناول ده ازاي وحلوله ايه، ولو مش هنقدم حلول لان مش المفروض ان احنا نقدم حلول، ايه اللي احنا عايزين نقوله من التضاد ده، اي هيخلص ازاي؟ لو على فكره مش هيخلص ولا لا؟ دلوقتي كمان بقى في حاجات كتير قوي جديده بتحصل. يعني مثلا لو جبنا سيره الدين، يعني مثلا دلوقتي بقيت بتقابل ناس مش مؤمنين بدين معين، وده بقت منتشر. يعني معرفش لو كان قبل كده منتشر زي دلوقتي، بس ده دلوقتي بقى منتشر كتير. ليه احنا ما بنشوفش conversation ما بين واحد مثلا بيبليف في دين معين whatever، كان مسلم مسيحي او whatever، وواحد مش مؤمن بدين، مش بنشوف conversation عادية، هما الاتنين صحاب وما توصلش لخناقه وما توصلش لخناقة. اقول لك على حاجه ولا توصل بالظبط. بس يعني انا عايز بقصده تشوفها. ده بيحصل في حياتي. يعني ده كان لسه حصل، لسه كان حصل في حياتي امبارح بالليل مثلا. ليه مش بشوف في التلفزيون؟ مش يعني في حاجات ممكن ما تبقاش مستاهله او مش بالحجم اللي ينفع احط عليها سبوت، دي حاجه. وفي حاجات تانية انا بصراحه شايف ان لا ممكن تحط عليها سبوت ونتكلم، يعني نشوفها. النقاشات اللي في الجامعه واللي في المدرسه، النقاشات اللي ما بين الموظفين في المكاتب، انواع الفساد المختلفه لما بتتداخل مع، يعني عارف ان في حاجات بتنتج فيها بس انا الحيوات اللي هي المستخبيه دي والحيوات اللي هي الحقيقيه دي محتاج طول الوقت اقعد ابص وانبهر واشوف واتعلم واثقف واسع. الواقع دلوقتي حاصل فيه ايه. انا بحس ان ده مهم جدا بصراحه، وبحس انه اهم ان احنا نعمل 2 قهوه، لان انا هموت واشرب قهوه. يلا بينا، كفايه كده كلام معناه السحر. سحر السينما. انا عايزه قوي اتعلم سحر بجد. اقول لك بعد ما نخلص الحلقه ولا هعمل لك اعمل لك حركه سحريه. يلا بجد تعرف؟ طبعا. يلا. دي ولا ليه طبعا؟ عشان عارفه انها هعرف اعملها. اصل بجد تعرف طبعا. هل مثلا اي انسان يعني هضحك عليكي ليه طالما نويت اعمل لك سحر؟ ماشي. طيب دي ولا انا لو قفلت ايدي كده وعملتها كده غالبا هتخش من بقي وهطلعها لك من ورا. خلاص ماشي يا بنت. كنت حد يجي ينقذني. مش عايز السحر ده سحر يا باشا. سحر ايه؟ انت عملت كده واحنا قاعدين والكاميرا شافتها. طب ما هو